واهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده، وجايبه لكم النهارده وصفه انما ايه حكايه. وصفه حلوه قوي وهتعجبكم. فطاير الجمبري. شايفين الفطاير وجمالها؟ بصوا حلوه قد ايه. وعاملينها في الفرن من غير قلي زيت، من غير حاجه، مشويه في الفرن. لو انت بتحبي تقليها في الزيت اقليها. وقبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا، اللي اول مره بيشوفني انا اسمي سام، واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبتكم الفطاير لايك وشير، ويلا بينا على الوصفه. معلقتين زبده، وهنحط عليهم معلقه صغيره توم مفروم وشطه حاميه. والشطه دي طبعا اختياري، اللي عايزها ممكن تحطي، لو مفيش خضره حطي شطه ناشفه حمراء. وبصلايه صغيره متقطعه بالشكل ده. وهنشوح دول مع بعضيهم. وشايفين احنا بنشوحها بس مش بنحمرها، يا دوب تتشوح كده تشويحتين. والخطوه اللي بعد كده الجمبري شوف احنا مقطعينه صغير ازاي. لو انت عندك الجمبري كبير شقيها 2 بالطول، وبعد كده قصقصيها صغير. وهنقلبه برضو ياخد له كام تشويح لحد ما يستوي. هو مش بياخد سوا خالص، بتبصي تلاقي لونه احمر. الجمبري بتاعنا استوى، شايفين شكله. معانا كوبايه لبن بالكوبايه المعياريه، وهنقلبه ونسيبه عبال ما يغلي. تعالوا نعمله حاجه تانية. معانا هنا معلقتين نشا بالمعلقه دي مسطحه، وعليهم برضو معلقتين ميه، وهنقلبهم سوا مع بعض كده لحد ما يدوبوا كويس. تكون عندنا الجمبري غلي مع اللبن، نضيف عليه ده كده جاهز. معانا ده جوزة الطيب مبشوره، وملح وفلفل اسود، ودي كزبره خضراء من اللي انا مفرزاها. شايفين لونها اخضر ازاي. وهنفضي كل المقادير ديت على الجمبري ونقلبها كده. اللبن بتاعنا غلى. تعالوا ننزل النشا بقى اللي احنا عملناه ده، الميه بالنشا. شايفين بدأت تتقل ازاي كده. خلاص استوت معانا اهي، والنشا استوى فيها. ومعانا ربع كوبايه جبنه موتزاريلا او شيدر، وهنقلبهم على بعض بالشكل ده. وكده خلصت الوصفه بتاعتنا. ومعانا بوله وهننزل فيها الجمبري بتاعنا بالشكل ده. وهنجيب ورق نايلون وهنغطيه كويس، وخلي الورقه يعني ايه نازله لتحت. بصي كده لازقه في الجمبري، شايفين. وهنحطه في التلاجة. معانا هنا كوبايتين لبن بالكوبايه المعياريه، ودول معلقتين زبده، اقل من نص معلقه ملح. وهنحط عليهم برضو كوبايتين دقيق بالكوبايه المعياريه، منخولين ومسطحين. وكده العجينه بدات تتقل معانا، فهنستخدم المعلقه حاجه جامده عشان نعرف نقلب بيها. نفضل نقلب لحد لون الدقيق ما يختفي خالص، واللبن تبقى كده استوت. وكده خلصت معانا العجينه. شايفين شكلها عامل ازاي. لو لقيتيها بتلزق معاكي امسحي ايدك زيت او امسحي الرخامه زيت. وتعالوا نقطعها هنا ل3 قطع كده، ونكورهم بالشكل ده اهو. وهنجيب ورقه نايلون ستريتش عشان ايه ما ينشفوش. شوفوا سهله في الفرد ازاي. ولو عندك بتاعه القطايف دي اعملي بيها، ما عندكيش يبقى اي حاجه مدوره بتعملي بيها كده، بتقطعي بيها دواير متساويه. هناخد كل الزيادات دي ونشيلها
ونفردها تاني. وهنجيب الحشوة بتاعتنا اهي، وهناخد بالمعلقة ونتني عليها الطرف التاني اهي، شايفين شكلها. وهنكون رشة شوية دقيق كده، وهنحطها نرصها على الدقيق. ودي واحدة تانية بنفردها على دقيق بالشكل ده، شايفين؟ يا دوب بنمسح ايدينا دقيق كده ونفرد. جربي الاتنين، شايفة؟ اهي اللي يعجبك اعملي بيه. ودي الكمية بتاعتنا، شوفوا طلعت قد ايه؟ طلعت 26 واحدة بكوبايتين دقيق. ومعانا 3 بيضات، وهنكسر 3 بيضات كده، وهنحط عليهم 3 معالق ميه، وهنخلطهم ببعض كويس. دلوقتي خلاص ضربنا البيض كويس، شايفين؟ مع الميه. انا بعد كده بقسماط، وهنجيب المعجنات بتاعتنا وهنغطسها الاول هنا كده، وبعدين ننزلها هنا. نعمل كذا واحده كده، وهننزلها في البقسماط، ونبتدي نغطيها بالبقسماط ده كده. غطيناها كويس قوي. على فكرة ممكن تتفرز بالطريقة دي كده، وتيجي جاية حطها على ورق زبدة وتحطيها في الفريزر، وتطلعي تقلي منها منين ما تحبي تاكلي، تكون جاهزة عندك. وهنحطها على شبكة علشان الزيادة من البقسماط ده ينزل. ولو مش هتقليها يبقى نحطها في الفرن على درجة 200، يعني 400 عندنا. شايفين شكلها؟ وما تقليش على طول، بعد ما تتبليها سيبيها شوية عبال ما تشرب البقسماط بتاعها. وده شكله بعد ما تبلناه في البقسماط. على فكرة البيض كل بيضة عليها معلقة مية. اعملي بيضة واحدة لانه طلع كتير ال3 بيضات، ولو احتاجتي اعملي تاني. وكده الفطاير بتاعتنا خلصت، اجمل فطاير بالجمبري. شايفين الجمال؟ بجد حكاية، شغل فاخر من الاخر، بجد بجد، طعم وريح.